ضامن الفوز على المغرب؟ المغرب مشروب فنجان. مشروب. الجزائر اخطر من المغرب. الجزائر اخطر من المغرب. ادم طلعت القوي فالضعيف اقدر له. قال لك اشرب منتخب المغرب ده، اشربه على طول اشربه. والله بس ما كانش لازم تشرب قوي كده. 1.5 مليون مبروك مع احترامنا الكامل لاخواتنا الاماراتيين، طبعا احنا بنهزر وبنضحك، ولكن دي كانت التصريحات قبل المباراه، وفي النهايه فاز المنتخب المغربي وتاهل للمباراه النهائيه. في انتظار ان شاء الله قبل وانا بصور لكم الفيديو ده احنا لسه مش عارفين شكون اللي هيلعب ضد منتخب المغرب، هل هو هيكون المنتخب السعودي ولا المنتخب الاردني. ولكن عندي طلب مهم جدا، يعني بعيدا عن اني ببارك لاخواتنا المغاربه وببارك للمنتخب المغربي اللي انا بشجعه طبعا، ولكن عايز اطلب من اخواتنا السعوديين والاردنيين اي حد فيكم يفوز يعمل بقى هتافات يقول هاتوا المغرب، ويقول احنا هنشرب منتخب المغرب ومنتخب المغرب سهل، عشان بس انا بحب التصريحات دي قوي. مبروك للمغرب. المباراة جاي مع المغرب مشروب فنجان، والله انه مشروب فنجان. الجزائر اقوى خصم في البطولة، الجزائر فز عليه. انا اشوف اذا تبى الفوز، اذا تبى الكاس شله من ابو ظبي اذا تبى. برافو اشرف، برافو 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 برافو. انزين يا الربع، وش دعوه 3-0 والله خرجت قبل المباراه لا تنتهي. بس عموما مبروك عليكم يا اهل المغرب، فشختونا ربحتونا تستاهلون والله العظيم. تحياتنا لكم. ان انت تروح المباراه النهائيه وفي مرماك هدف واحد بس. يا جماعه الخير، اول شيء هارد لك للمنتخب الاماراتي اللي قدم بطوله على مستوى، ولكن انا مشكلتي اليوم مع المنتخب المغربي. انت تروح المباراه النهائيه وفي مرماك هدف واحد بس، لا والله العظيم لا، مو منطقيه ابدا، اسمح لي، مو منطقيه ابدا. انت قوي على عيني وراسي، انت خرافي على عيني وراسي، انت عندك لاعبين على مستوى على عيني وراسي، ولكن انك توصل للمباراه النهائيه. احنا كم فريق يشارك في البطوله؟ والله العظيم مو ب8 فرق، اكثر. وانت لاعب دور مجموعات، وبعدين لاعب الدور الثمانيه، وبعدين المربع الذهبي، واليوم انت واصل المباراه النهائيه وفي مرماك هدف من جزر القمر. معناته ان احنا في اسيا عندنا مشكله عظيمه لازم نشوف لها حل، لازم نشوف لها حل. مبروك لاخواني في المغرب، وهارد لك للمنتخب الاماراتي. 1 2 3 فرها الامارات. 1 2 3 جرينا على الامارات. 1 2 3 فيفا الجيري وديما مغرب. اخوان تحيه كبيره، وهذا الربحه هذه كنهديوها لخوتنا الجزائريين. قلت لكم غير كلكم هانيين، غادي حنا نجيبوا لكم الربحه وحنايا غادي ننتقموا لكم. داكشي اللي كان اخوان. سيكواس عاوتاني يا اخوان. والله الاخوان ما نكذب عليكم، اذا حيروني هاد الناس والله ما عرفت منين جابوا هاد الثقه ومنين اكتسبوا هاد الثقه. كيفاش هاتوا المغرب ومنين جبتوا هاد الثقه؟ واش زعما حيت ربحتوا الجزائر؟ ما ربحتوش الجزائر، ربحتوا الفرقه او المنتخب الثالث ديال الجزائر، واليوم عاود معاهم خسرتوا مع المنتخب الثالث ديال المغرب. اما الاول ديال الجزائر ولا الاول ديال المغرب هو بعيد كل البعد، علما انكم نتوما هذا المنتخب الاول ديالكم. ولكن انا ما فهمتش صراحه الله منين جبتوا هاد الثقه هذه. غريب جدا. واش ما كتعلموش من داكشي اللي وقع للمنتخبات اللي قبل منكم؟ واش ما شفتوش السعوديه من بعد ما غنوا هاتوا المغرب وقالوا المغرب في الجيب شنو وقع لهم؟ واش ما شفتوش سوريا من بعد ما غنوا هاتوا المغرب شنو وقع لهم؟ ولكن على ما اظن الخارجيين مع احتراماتي للجميع كنظن الذكاء ديالهم شويه على قد الحال، كيعجبهم يعاودوا نفس الغلط ويستناو نتائج مختلفه. ما يمكنش تعاود نفس الحاجه وتستنى نتيجه مختلفه. الهضره كتكون في وسط الارضيه ديال الملعب، واليوم الحمد لله انتم شفتوا بالمنتخب الثالث قصيناكم، وهذا الشيء عادي جدا. ولكن لي ديتاي والتفاصيل ديال المباراه غادي نهضروش فيهم دابا، حيت باقي كاين واحد الماتش غادي يتلعب دابا شويه، الدومي فينال الثاني اللي غادي يكون بين الاردن والسعوديه. نمشيو نتفرجوا حتى هو باش نعرفوا شكون المنتخب اللي يلعب ضدنا. واش الاردن بالقياده ديال حبيبنا جمال السلامي وهانيه ديالنا في ديالنا، ولا السعوديه اللي باقيين دابا كيقولوا لك كنتمناو المغرب في النهائي؟ ها هو المغرب جا النهائي، ولكن واش نتوما غتاهلوا ولا لا؟ هادشي اللي غنشوفوه. ونشوفوا هاد الثقه ديالكم ديال انكم عاود كتقولوا المغرب يجي في النهائي ونردوا الثار، والثار كيتراد ما كيتعطاش. احنا غادي نشوفوكم، نشوفوا واش غادي تاهلوا ولا لا، ولا حتى نتوما عاود غير الهضره الخاويه. فنتفرجوا الماتش ديال السعوديه والاردن، وموراها نهضروا في لي ديتاي ديال المباريات بجوج بهم، ونعطيو التوقعات ديالنا النهائي شكون غادي يربح الاخوان. وهادشي اللي كاين، وهاتوا المغرب. كيف الاردن غادي يلعب ضد المغرب بنهائي كاس العالم؟ حد يفهمني كيف مرعبين 2-0 خلاص حسبونا اول النهائي؟ كيف الاردن بلدي بده يواجه المغرب في نهائي كاس العالم؟ الاردن ضد المغرب في نهائي كاس العالم كيف؟ اقسم بالله راح تكون مباراه جدا صعبه. المنتخب المغربي صعب غير كل المنتخبات مش سهل، اقسم بالله. يتاهل النهائي